السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه كتجي اكثر من رائعه، سهله وسريعه التحضير، فبقاو معايا من اول فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نمروا الآن لديك المقادير. عندي صدر الدجاج مقطع إلى قطع صغيرة، 250 غرام ديال رز كلاصي اللي سبق لي وسلقته في الماء مع القليل من الملح، ربع كاس زيت المائدة، 2 حبات الفلفله حمراء اللي مقطعين الى قطع صغيره. وفي التوابل عندي نصف ملعقه ديال سكنجبير، ملعقه صغيره ديال الكركم، ملعقه صغيره ديال التحميره، القليل من الابزار، نصف ملعقه ديال الكمون، والملح كيبقى على حسب الذوق، 3 الفصوص توم محكوكين، 2 معالق كبار ديال الربيع، نصف حامضه مصيره اللي قطعت اللب ديالها، القليل من الهريسه، الزيتون الاخضر مقطع، وعندي كذلك الفرماج احمر محكوك. نبداو بسم الله. طريقه التحضير: في مقلاة غادي نوضع الفلفله، انا هنا استعملت الحمراء، تقدروا كذلك تستعملوا الخضراء او تستعملوا اي نوع نتوما كتفضلوه. غنضيف زيت نباتيه، في هذه الاثناء انا شعلت عليها البوطه. والان غادي نضيف التوابل. غنضيف صدر الدجاج، ثوم، هنا انا صافي وجدت لي الفلفله وصدر الدجاج. غادي نضيف الربيع، الحامض، الزيتون والهريسه، غنضيف الرز،
وفي هذا الاثناء نقدروا نتذوقوه باش نشوفوا الا بقات ناقصنا الملحه او الحار نضيفوه. وهذا هو شكلها بعد ما فرغتها في الاناء. غادي نضيف الان عليها شويه ديال الفرماج احمر. كتجي صراحه لذيذه. انا هنا عندي المول اللي كيدخل الفرن، غادي نوضعها فيه. غادي نحاول نوزعها فيه جيدا ونرجع معكم ان شاء الله. الان غادي نضيف على الوجه ديالها فرماج احمر. غنضيف الكميه اللي عندي كامله ديال الفرماج احمر على الوجه ديالها وندخلها الفرن حتى يذوب الفرماج، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها من بعد ما توجد. ورجعت معكم بعد ما وجدات الوصفه وخرجتها من الفرن. كتجي على هذا الشكل كيف ما هو واضح في الصوره، زوينه بزاف، لذيذه بمذاق ولا اروع، سهله وسريعه التحضير بمقادير جد بسيطه ومتوفره في كل بيت. كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. والى لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.